مصر تفوز على السعودية ب4 أهداف مقابل لا شيء. في الأول بس مبروك للمنتخب طبعا وكل حاجة، بس في الأول عايز أقول لكابتن محمود الخطيب لعيبتك أهي، لعيبة الأهلي أهي، مش هي نفس الأسامي اللي في الفريق. مش هو ده زيزو وهو ده إمام وهو ده تريزيجيه وهو ده مروان وهو ده ياسر، وهو مش هم دول اللعيبة؟ المشكلة في إيه؟ أقول لك أنا المشكلة في إيه؟ المشكلة اللي أنت جايب سباك واقف على الخط. المشكلة اللي انتوا إدارة فاشلة، مش عارفين تديروا الفريق، او استكفيت بمعنى صح يا كابتن محمود. في حته كده عايز اقولها عن اللعيبه هاجي دلوقتي، بس الاول زيزو اهو، هو ده زيزو. انا مش مشكلتي ان احنا معانا مدير فني مش عارف يوظفه، مش ذنبي اللي احنا معانا مدير فني ما بيدربش اللعيبه، مش ذنبي اللي احنا ما عندناش مدرب لياقه، مش ذنبي اللي احنا ما عندناش في النادي واحد واقف على الخط يوجه اللعيبه يضغط على اللعيبه. وده مش كلامي، شوفوا تصريحات كاموش اللي هو المهاجم، اللي هو لو جه وكل اللي عمله طلع التصريحات ديت فانا موافق لو دفعنا فيه فلوس عشان يقول التصريحات دي. اللي هو مفيش تدريبات، مفيش جديه في التدريبات. الفريق اللي كان بيلعب فيه في جديه عن كده بيطلبوا منه يرجع يدافع، مفيش في الاهلي الكلام دوت. ده مش كلام، ده كلام لعيب من جوه الفرقه. فانا كابتن محمود ادي دي اللعيبه، وانا هفضل مقتنع ان انت معاك اقوى سكواد واعلى كواليتي، مش هقول لك في مصر، لا في القاره. شوف الاسامي اللي معاك، شوف زيزو، شوف تريزيجيه، شوف مروان، شوف امام، شوف بن شرقي. عندك اسامي وعندك لعيبه. محمد هاني، بص محمد هاني. ف يا كابتن محمود، مشكلة مدرب، المشكلة مشكلة مدرب. 95% مشكلة مدرب. ال5% دي تقول لي بتاعت ايه؟ هقول لك انا بتاعت ايه. ان انت عندك لعيبة مش هتلعب او ما تطلعش قوتها في الكورة الا في قبل كاس عالم. ماتش مهم، الاجواء، الشو. عايز اجيب عقد احتراف، مش كله طبعا، انا كلامي رايح او للعيب لواحد بعينه هو، يعني انت فاهم. يعني افكرك بحاجه، السنه اللي فاتت الاهلي كان واقع فتره الكولر، الاهلي كان واقع برضه وكل حاجه. تعال شوف ماتش العين في الانتر كونتيننتال، عشان شو اجواء والجماهير والاستاد متقفل وبطوله قاريه واخد الجو، لو جبت جون يتحسب لي وبتاع. بص الاداء كان عامل ازاي. كاس العالم للانديه، شوف ماتش بورتو، شوف اللعيبه كانت عامله ايه في ماتش بورتو، في ماتش انتر ميامي، الشوط الاول من ماتش انتر ميامي. فانا بس قبل ما نخش في ماتش مصر، كلمه واحده عايز اوجهها للعيبه. اي لعيب هيلعب بمزاجه في الاهلي، او هيلعب اللي هو ايه بتعالي، او مش هيبقى عارف قيمه التيشيرت، او مش هيبقى عارف قيمه الجمهور، مش عارف قيمه الكيان، في 60 ألف داهية. زي ما سمعت، في 60 ألف داهية. دماغك هتوديك وتجيبك بقى، واللي انت ايه، لا يا عم انا العب على قد مزاجي. انا ماليش مزاج العب النهارده، ليه مزاج العب النهارده؟ لا ده احتفاليه واجواء وعايز احافظ على مكاني فالعب. عايز اجيب عقد فالعب. لا، مفيش منه الكلام ده، مفيش منه الكلام دوت. مش عارف قيمه التيشيرت، مش عارف قيمه النادي، مش عارف قيمه الجمهور، وانت تخاف على زعل الجمهور. في 60 ألف داهية. والأهلي ما بيقفش على حد، واحنا ما بنقفش على حد. وجمهور الاهلي عمره ما هيبدي لعيب على مصلحة الكيان وعلى مصلحة الاهلي. فدي رسالة اتمنى انها توصل لكم، واتمنى تكونوا عارفينها اصلا. نيجي لماتش مصر. مصر زنقت السعودية في جدة، مفيش اجمل من كده. اهداف، متعة، تيكي تاكا، روح في الفريق. طبعا الروح دي غير ان الروح لتيشيرت منتخب مصر، بس اللي عامل الحالة دي كلها كابتن حسام حسن. اتفرج على حسام حسن كده في اي فريق مسكه، مش هقول لك المنتخب، في اي فريق مسكه، المصري، الاتحاد، اي فريق. شوف كميه الجري للعيبه في اي فريق يمسكوا حسام حسن، شوف الروح. لا، في اي ماتش بقى، في دوري، في اي حاجه، تحس انه ماتش نهائي. النهارده كله عايز يثبت نفسه، كله عايز يحجز مكانه في كاس العالم،
كله عايز يطلع كل حاجة في الكورة. فشفنا المتعة وشفنا الأتاك، شفنا أجوان، شفنا نجم الماتش والشوط الأول خصوصا أحمد السيد زيزو. أحمد زيزو اللي خرس ألسنة كتير قوي قوي قوي، وكانوا واقفين له على اللقطة أو التكة أو أي حاجة هتحصل في الماتش دوت بالذات. هما طبعا ماسكينه بقالهم فترة، وكان جمهور الأهلي مساعدهم شوية، وبعد كده الناس فاقت ومش هنسلم لعيبتنا بتاع زي ما كتبت لكم في فيديو قبل كده. بس زيزو نجم الشوط الأول، لعب في مكانه، بيلعب مرتاح، بيتحرك، بيضغط، بيعمل اسيستات، بيجيب اجوان. مشارك في 3 اجوان، زيزو مشارك في 3 اجوان. يعني عامل اسيست بتاع الجون الاول، ضغط حلو قوي، والكره لما اتباصت غلط من مدافع السعوديه، نكش الكره من تحت وراح بيها هوب لعبها لاسلام عيسى. اسلام عيسى برضه تقل على الكره ورقص حلو قوي، حطها بهدوء. الجون التاني برضو في جون اللي لعبها لمحمد هاني، الكرة اتلعبت له راح بسال محمد هاني، محمد هاني لعبها من لمسة واحدة حلوة قوي 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 لتريزيجيه. والكرة ديت مكررة بين محمد هاني وتريزيجيه. محمد هاني بيرفع على البعيدة وتريزيجيه بيخش ما بيسميش، يعني 4 5 6 جوان بنفس الطريقة. ودايما الكرة لما بتيجي محمد هاني يرفع العرضية بيرفعها على البعيدة، حتى في الأهلي يعني البعيدة لتريزيجيه. وطبعا الجون التالت اللي جابه زيزو، اللي كان لازم يبروز اداؤه ومجهوده في الشوط الاول، برضه راح اتلعبت له حلو برضه من امام عاشور. راح ولعبها بهدوء وبثقه وتشب من فوق الحارس، برضه الكره بحنيه وبكل حاجه. لعيب كبير، ما فيهاش كلام، زيزو لعيب كبير. زيزو برضه مشكلته في الاهلي انه مضغوط، يعني مضغوط من كل حاجه بقى، مضغوط ان هو جاي كلام العقد وانه بياخد اعلى لعيب في الفرقه والكلام ده كله، عايز يثبت نفسه، عايز يشيل الفريق لوحده. ضغط من جمهور الزمالك عليه، ضغط انه ما بيلعبش في مكانه، ضغط اللخبطه اللي حاصله في اوضه اللبس، ضغط اللخبطه اللي حاصله في النادي، برضه الاجواء مش مساعده. بس انت زيزو لعيب كبير، انت لعيب كبير، ما انزل العب لعبك. اداك الجمهور نفسه عارف ان انت لعيب كبير، وجمهور الاهلي نفسه اللي هيحميك، والله العظيم اسمع مني، جمهور الاهلي نفسه اللي هيحميك. يعني انا بالنسبه لي، شوف عمل ايه مع كهربا، شوف الجمهور عمل ايه مع كهربا وحمى كهربا ولا ما حماش كهربا، شوف عمل ايه مع امام عاشور نفسه. الامام عاشور دلوقتي، يعني انا بصراحه انا اسف في الكلمه والله ما اقصدش حاجه، بس امام عاشور مش ذكي، مش عايز اقول اغبى لعيبه انا شفته، بس مش ذكي. انت خسران جمهور النادي اللي انت كنت بتلعب فيه، وخسران الجماهيريه بتاعته، جيت للاهلي لقيت جمهور، مفيش طبعا زي جمهور، لقيت جمهور الاهلي في ظهرك، ولقيت ان الاداره في ظهرك واللعيبه في ظهرك وكله مساندك. فاللي انت بتعمله دلوقتي دوت ووكيلك والضغط على النادي بتاع، فانت هتكسب ايه؟ انت خلاص مشيت انت خسران الجمهورين. سيبها بالعقل، هتبقى خسران الجمهورين، بمعنى اصح هتبقى انتهيت كرويا في مصر. اسمع مني. فطبعا كل واحد دماغه، بس انا طبعا عقليه زيزو بالنسبه لي، انا عقليه زيزو مش زي عقليه امام. زيزو اعقل وواعي شويه، فسجل زيزو الجون التالت وبروز فيه مجهوده وبروز فيه أداؤه في الشوط الأول، وكان يستحق الجون. واللي عجبني في الجون ده لو ركزتوا، مرموش كان ممكن يلمس الكرة جون، مرموش حجز على الكرة وسابها تخش. دي دماغ اللعيبة كده، أنا بيعجبني اللقطات دي، بيعجبني الحاجات ديت من اللعيبة اللي زي كده، اللقطات اللي بتحصل ممكن الناس تشوفها حاجة صغيرة حاجة عادية، بس أنا بالنسبة لي تبقى كبيرة. سجل زيزو التالت بأداء مفيش أحسن من كده. وانا متفائل بالمنتخب، ومتفائل بحسام حسن من افريقيا، من اول ما حسام حسن مسك والله في افريقيا انا متفائل. وعمل اداء كويس في افريقيا برضو وكل حاجه. عندنا ماتش من الثلاث مع اسبانيا، انا اللي هبقى طالبه، يعني مش هقول لك بقى انا عايزك تكسب اسبانيا لا يا باشا، بس انزل العب ما تخافش. انزل في ماتش اسبانيا العب ماتش يا باشا، انا بلعب نازل العب كوره 11 قدام 11، نجوم العالم ولامين يامال وفريق مرشح للفوز بكاس العالم وكل حاجه على عيني وعلى راسي، بس انت برضو انزل العب كوره. يعني انت مش هيلعبوك 20 ضد 11، 11 ضد 11، العب يا باشا ومتع نفسك ومتع الناس اللي بتتفرج عليك والعب لعبك. ما هي مصر لعبت قدام البرازيل، خسرنا البرازيل في اخر ثانيه 4-3، ماتش ما يتنسيش. مصر كسبت ايطاليا. شوفوا المغرب عملت ايه في كاس العالم. فانتوا اللي بيضيع ماتشات ديت، اللي انت تبقى نازل خايف هوب تتخطف جون في الاول بتفتح منك الدنيا بتبوظ. لا يا باشا، انزل واثق في نفسك، العب لعبك.
لان باذن الله باذن الله باذن الله لازم نعمل حاجه كاس العالم اللي جاي، لازم نعمل حاجه. جو الاداء المشرف، واللي انا اروح احتفاليه بقى ومسافر امريكا وهسافر احتفل والعب 3 ماتشات وارجع، ما خلاص بقى يعني الموضوع ده خلاص يعني. كفايه اداء مشرف كفايه كلمه اداء مشرف ديت، الكلمه دي لوحدها يعني ما بشوفهاش في الكوره. وطبعا المنتخب السعودي مش موجود، مع احترامي طبعا للمنتخب السعودي والجمهور السعودي، بس المنتخب السعودي مشكلته في حاجه واحده، اللي انت ضيعت منتخبك المنتخب بتاعك بسبب نسبه المحترفين في الدوري. يعني انت عليت الدوري بتاعك وعليت قيمة الدوري بتاعك على حساب المنتخب. بمعنى تشوف انت ال 11 لعيب، في كام واحد منهم بيلعب اساسي في الفريق بتاعه. حتى اللي بيلعب اساسي شوف دوره في الفريق بتاعه مع النجوم اللي جنبه، مثلا واحد جنبه كريستيانو، واحد جنبه كريم بنزيما، واحد جنبه ساديو ماني، واحد. شوف انت حجم او تأثير فريقك او اللاعب المحلي بتاعك في الفريق بتاعه. فانا شايف ان المنتخب مع انه معاهم مدرب كويس، هيرفي رينارد طبعا، ما يعني كنا بنتمنى في وقت من الاوقات انه يجي يمسك مصر، كانت الناس كلها بتطالب بيه. بس اللي بيحصل في المنتخب السعودي زي ما بقول لك، ان هم علوا الدوري بتاعهم، الدوري السعودي على حساب المنتخب السعودي. فده اثر معاهم طبعا النهارده. وممكن برضه الله اعلم، انا مش متابع المنتخب السعودي، ممكن ما يكونوش في حالتهم النهارده، يوم مش يومهم، ماتش ودي وبتاع، يوم مش يوم. بس انت كوقفة لعيبه، كريتم ماتش، ككل حاجه ما فيش خالص، هم موجوش خالص. واللاعب هيثم ده يا جدعان فردة تقيلة تقيلة تقيلة، بيلعب وينج يمين اشول ومهاري. يعني انا وينج يمين واشول ديت يعني مش بقالنا كتير قوي ما شفناهاش في الدوري المصري او في الاهلي عموما. اه في الاهلي. فهو فردة تقيلة، فردة تقيلة، وهيفيد المنتخب. يعني راح في كذا كورة وعنده ثقة في نفسه، بيلعب دوري اسباني، راح في كذا كورة، كورة ورقص واحد واثنين وثلاثة ودخل، وعنده ثقة في نفسه. فانت معاك منتخب، والله منتخب مصر قوي. شوف كاسماء، انت معاك مرموش، ومعاك هيثم، ومعاك تريزيجيه، ومعاك زيزو، ومعاك امام، ومعاك مصطفى محمد، ومعاك محمد عبد المنعم رجع الحمد لله على السلامه، برده من اهم حاجات في الماتش رجوع محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم يفرق معاك قوي في كاس العالم. معاك مروان عطيه، معاك حمدي فتحي، معاك محمد معاك فرقه تقيله، معاك فتوح. ان انا بحب بالنسبه لي فتوح كباك شمال، واحسن باك شمال في مصر، كان احسن باك شمال بعد علي معلول. انا كان بالنسبه لي هو بس اثر في حق نفسه شويه، بس انا بالنسبه لي فتوح افضل باك شمال في مصر، كان بعد علي معلول دلوقتي مفيش غيره من وجهه نظر انا. محمد حمدي طبعا بتاع بيراميدز، ربنا يشفيه، وفي محمد شكري وكريم مع فتوح. فتوح ده لو ركز في الكوره يحجز مكانه لحد ما يعتزل. انا فتوح تقيل برضو. فمنتخب مصر فرقه، والله فرقه تقيله، ومعاهم مدرب انا شايف حسام حسن مدرب كويس، وكل الدعم ليه والناس تدعمه. وطبعا بعد افريقيا بقى قلت نسبه الكلام ان اتحاد الكره هيمشيه، ومش هيلعب، كلها مكمل الحمد لله، ودلوقتي في ثقه انه مكمل وفي كاس العالم. فنتمنى نشوف ماتش حلو من الثلاث، مصر واسبانيا، ولسه بعد كده يبقى عندنا ماتش مع البرازيل قبل كاس العالم في امريكا، وبعد كده كاس العالم. فباذن الله باذن الله بالروح بالاداء بالرجوله بتاعت المنتخب بفنيات اللعيبه هنقدر نعمل حاجه، وباذن الله هنصعد من المجموعات، توقعنا من دلوقتي اهو. فالمنتخب فرقه تقيله وفي لعيبه كبيره، فباذن الله هنصعد من المجموعات وهنعمل اداء كويس يعني، في وجود الروح كان بتاعت حسام حسن.